الشيخ عبد الرحمن يبدو عنده الكثير. طيب من هذه تفضل. الأمور. ودنا عنا شوي. تفضل. علامات المزاج البارد يحس به وكسل وفتور وبلده نقصان في التخيلات وبياض لون الوجه والعين وانتفاعا بالمسخنات وتضرر بالمبردات، يعني هو بارد يضرر. علامات المزاج الرطب كسل ونسيان وغلبة نوم. علامات المزاج اليابس جفاف الخياشيم وسهر مفرط وانتفاعا بالإدهانات الرطبة وسرعة اجتذابها والتضرر بالمحللات. علامات الصفرة ثقل يسير ولذع والتهاب مع حلقة شديدة وسهر مفرط وصفرة لون الوجه والعين وصفرة ما يخرج ومرارته ولذعه وحرارته. علامات الدم ثقل زائد وضربان وانتفاخ وحمران في الوجه وإدرار في العين ودرور العرق ونوم. علامات البلغم ثقل زائد وسبات مفرط وترهل وطول مرض وإزمانه. علامات السوداء ثقل أقل وفكر فاسد ووسواس وكمودة لون الوجه والعين، وهذه علامات الأمزجة، لكن يحتاج أنك تعرف هذه الأشياء. أنا لا أفهم في الأمزجة ولا أفهم بما قاله الشيخ عن تركيبة الإنسان، ولكن هل ما ورد من كلام موجود لدى الطب الحديث؟ والله ما تفضل به الشيخ عبد الرحمن برضه يعني قد يكون غريبا علي، ولكن كما ذكر وسرد بعض الأعراض المرضية الذي يصفها المريض للمعالج سواء كان طبيبا حديثا أو طبيب شعبي، والأعراض اللي ذكرتها كاملة جدا، لو يتوافق منها 3 أو 4 من الأعراض لأصبح المرض مشخصا، وأنت ما شاء الله سردت عدة من الأعراض وذكرت أنها الكبد. لكن السؤال ما هو العلاج الذي يعطى من قبل الطب الشعبي؟ أولا طال عمرك نحن خلينا ناخذ جزئية، معليش خلينا ناخذ جزئية معينة، والدكتور منصور أنا شايف له تعليق، ولكن خلينا ناخذ مثلا الكبد زي ما ذكر الدكتور، وش علاجها في الطب الشعبي؟ أولا نحن يعني ما نفهم أمراضها الكاملة، لكن إذا صار فيها تضخم شديد أو اضطحال فيه تضخم شديد أو البطن فيه ورم شديد استسقاء، لأن الاستسقاء 3 أنواع، لحمي وطبلي ومائي. هذا تعرفون الله يحفظنا وإياكم إن شاء الله من أمراض خطرة. إذا شفنا أنها مستحبة كريمة ما نعالج، إذا شفناها تأثرت مرة واحدة إن الكبد عندها أورام شديد ما نعالجها، نمتدر فاهمين. اضطحال إذا استؤصل أو صار فيه ورم نعالجه لكن هو شديد. فالبداية استفراغ، احنا ما نهجم هجوما على الأمراض. إذا جاء الإنسان لازم من استفراغ، والاستفراغات يعني فيها قوانين، لها قوانين، قانون القي، قانون المسهل، قانون الحقن، قانون الحجامة، هذه يسمونها قانون. حتى الحمام له قانون، هذه قوانين. والقانون للاستفراغ أولا حتى تنظف المعدة. إذا صار في قروح جلدية وأشياء ينظر إلى معدته وبطنه الإنسان ما في خلاف، لازم يأكل أشياء عشان تطفي اللهيب ويظهر النقاء ثم تعالجه من برا، لأن الأشياء اللي توضع على الأمراض الجلدية يسمونها الروادع ما يستفيد منها الإنسان. لكن إذا صار عنده خلاف في البطن وشيء ما نعالج على هذه الحالة، ما يتحمل الأكل اللي بيأكله. كيف تعرفون أن عنده تضخم يا شيخ؟ التضخم باين وعلامته باينة، علامة القرحة اللي في المعدة، قال القرحة ما عندنا كشفيات. هل تأثر من الحار؟ قال نعم. الحامة ما تحسن؟ قال نعم. يخرج بعض المواد مع القي والبراز؟ قال نعم. إذا قرحة ولا شديد خليه دخلت هذا. إذا بغى نعالج على الكبد أرسلناه إلى المستشفى ولا شيء يسحب من حبل الذراع الأيمن أولا. إذا في اضطحال يسحب من حبل الذراع الأيسر. تستعينون بالتحليل بعض الأحيان؟ لا، أولا اللي ما له في علاج ما نعالجه ولا كل شيء نعالجه. رحت للطبيب وش قال لك الطبيب؟ كيف أرسلك إلى شيء؟ أولا مو بتهجم عليه عندي دواء بس، لا. شيء طيب. إذا من السحب من دمه مثلا فيه نوع من النبات ما نعلم به، لكن عندنا موجود أنا بغير سنة. يعني تسمون هذا سر المهنة؟ هذا سر المهنة. الدكتور منصور له عفوا، الدكتور منصور أنا شايف له وده يعلق على كلامك وكلام الدكتور فهد. تفضل يا دكتور. أنا لا أريد أن تتحول هذه الحلقة إلى محاكمة. فيما بين الطب الحديث والطب الشعبي، لأن الحقيقة يعني المفروض أن كل منهما مكمل الآخر. هذا إذا أردنا أن ننظر للطب الشعبي بمفهومه الواسع ولا نحصره في إطار ضيق. تعليقا على الأمزجة التي تعرف في الطب الإسلامي وهي 4 مثل ما تفضل الشيخ عبد الرحمن، ما هي إلا امتداد للمدرسة اليونانية في الطب، والعلماء المسلمين استفادوا كثيرا من علماء اليونان وعلى رأسهم جالينوس، حتى أن كثير من المستحضرات المستخدمة في الطب الإسلامي تسمى بالمستحضرات الجالينية.
وهذا لا يعني أن